بعد ما صورنا الأجواء النهارية في يوم رمضاني في أم الفحم، بعدنا مكملين هناك وعندنا سؤال لأهالي أم الفحم بعد الإفطار رح نقابلهن. سؤالنا بقول: كم استمرت حرب ال100 عام؟ رح نشوف إذا رح نلاقي وينر هون. تعالوا نبلش ونشوف. 100 عام. تعال ما ناخدش الإشي ببديهية. فكر أكثر. 106. 106 سنين. بين مين ومين كانت تعرف؟ لا المضبوط لا. تحاول تتوقع. مش عارف. يسلم وينعاد عليك. ايش بعرف؟ بدك تجاوبني وتربح؟ شو ايش اختيارات؟ لحظة. خيارات للسؤال. السؤال تبع ال100 عام. لحظة مين بده يجاوب منكم؟ انا بجاوب. تغوش اقباطحوا قدام. 100 عام 116 سنة. حرب ال100 عام قديش؟ 116 سنة. بين مين ومين؟ والله ما بعرف انه 116. انت ربحت، بس كل بين مين ومين؟ هات الجائزة بعرفش. 100 عام. لا تجاوبش على شيء بديهي، تعال نفكر اكثر. حرب ال100 عام 100 عام اكيد ولا؟ اكيد 100 عام. يعني بتراهن انه هي 100 عام استمرت؟ ولا؟ طيب تعال نقول بين مين ومين كانت؟ ما انت عارفها واثق من المعلومة، كل بين مين ومين؟ اسأل الشاب انا برضه. انت بقى انا بلشت هون معك. مين ومين عمي؟ يا صاحبي احكي الشاب، تعال شوي. انت شو كمان شو؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. عرفنا على حالك. حمودي. حرب ال100 عام بين مين ومين كانت؟ فرنسا وانجلترا. 1,000,000%. بس بدي تقول لي كمان قديش استمرت؟ هات سؤال. 116 عام. 100%. معنا وينر. كمان مرة تقول اسمك؟ حمودي صاحب المحل هون والسهرة. ينعاد عليك. من وين جبت المعلومة؟ يا زلمة موسوعة أنا. بالفعل حرب ال100 عام كانت بين انجلترا وفرنسا واستمرت 116 سنة. حاليا سؤالنا لأهالي أم الفحم: أين ولدت الأديبة مي زيادة؟ رح نشوف إذا في وينرز اليوم كمان، ويلا نكمل. أول شيء ينعاد عليك رمضان بالخير. إن شاء الله علينا وعليك إن شاء الله. أخوي سؤالنا بقول: أين ولدت الكاتبة مي زيادة؟ في نابلس. في نابلس أكيد؟ أكيد. طب ايش بتعرف كمان معلومات عن مي زيادة؟ لانك متاكد وين خلقت، يعني اكيد بتعرف اشياء اكثر. هي شاعرة فلسطينية. شاعرة واديبة ومترجمة، مزبوط. وين عاشت بقية حياتها بعد نابلس؟ خارج البلاد بس ما بعرف وين. ما سمعتش قصة الحب الجنونية اللي عاشتها مي زيادة كانت مع مين؟ سمعنا بس ما سمعتش مع مين، ناسي مع مين. اول شيء جوابك غلط، مش بنابلس، فينعاد عليك واحضر الحلقة عشان تعرف الجواب المضبوط. خلص كلك ناصري. تعال نشوف الخال. الخال له. مساء الخير. اهلا وسهلا. بالناصري. تعرف انه بالناصري متاكد؟ 100%. طب وين كملت حياتها؟ انا بعرف كملت حياتها، انا بعرف وين الأديبة الفلسطينية ماري الياس زيادة الشهيرة بمي زيادة بالفعل خلقت في مدينة الناصري تحديدا في سنة 1886، ودرست الابتدائية كمان هناك، ومن بعدها انتقلت إلى لبنان لتدرس المرحلة الثانوية. بعدين انتقلت وعائلتها في سنة 1907 إلى القاهرة، كملت دراسات عليا، وبعدين افتتحت الصالون الأدبي الشهير هناك. صالون مي زيادة الأدبي كان يرتاده أبرز المثقفين والشعراء والكتاب في حينه. تعال أنا بقول لك، بفهمك شو تقول. تعال قول إنه مي زيادة خلقت في الناصري وتعلمت ابتدائية هناك. مي زيادة خلقت في الناصري وتعلمت هنا بأم الفحم. لا ما تعلمتش في أم الفحم. تعلمت بالناصري. مي زيادة مش مد. مي مي زيادة تعلمت بالناصري ابتدائية وبعدين راحت على لبنان. مي زيادة تعلمت بالناصري وبعدين راحت على دبي. راحت على دبي. خلاص وين ما بدك مي زيادة راحت. أكمل شغلي. حلقة ممتعة وشيقة، بكرة راح نكون في شفو عمر، تابعونا، معنا جوائز كتير مقدمة من بلو. باي باي. حاليا يا ويلي يا ولدي محاولة اغتيال لطاقمين الونر في المسبح. هيك منيح المايك إذا بيكون علي. كمان شو وائل كفوري هيك.
لا هيك ماريليا زيادة. هيك منيح؟ مش قادر. طيب خلص يلا ها بعدين نتفجر بعدين. استاذ عوض دور بيطلع كثير اشي لذيذ اللي بيعمله. شكله ناوي على خير يعني. طيب ريكورد فادي حبيبي. لا ما يلفش حبيبي تشجعوش، هو متشجع خلقه. يلا ديبي عشان هيك دغري حسيت على الفخامه اللي طلعت والرخامه والركازه اللي طلعت. الأديبة ماريليا زيادة لا تضلكش تضحك على الأديبة خلص برخمك. كمل شغل. يلا مي زيادة الأديبة الشهيرة لا ميد طلعت من بيروت على دبي. يلا يلا سيدي يلا سيدي. ريكورد فادي ريكورد واضحك بصوت واطي مش رح اضحك عليك. They ask me am I okay, they ask me if I'm happy, are they asking me that cause of the shit that been thrown at me, am I just a little snappy and they genuinely care, duty, most of my life it just been me and you there and I continue to share pictures of you, I never got to say I love you as much as I wanted to, but I do, yeah I say it now when you can hear me, what the F good does that do me now, but sometimes I know you're near me in presence, oh when it jumps in presence of to ease it to them, to the beautiful balls of yours, are trying to ease the minds of the little dog, never believe this, but you're under, Andrew talks to me now, Jesus and everyone else are just trying to pick up the pieces. Man, how could so many effing life and just leave it to say Griffin has his way, persuade everyone different if it's true. How the effing I'm supposed to get over you, difficult as it sounds. يعطيك العافية.